ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد صلاح، مؤسسه فرنسيه. النهارده معانا تجميعه جديده مؤسسه فرنسيه بنسلمها على العميل. هنفتح ونشوف شكل الجهاز بعد ما نجمع ونقول بسم الله. ده كده شكل الجهاز لما بيشتغل. اول حاجه معانا في التجميع المذر بورد الاكس 870 من براند ايسوس اللي هي روج ستريكس. دي كده المذر بورد. هناخد معاها السي بي يو ال 9950 اكس 3 دي من منصه اي ام دي. طبعا زي ما انتم عارفين الاكس 870 بتشيل معالجات الجيل ال 7000 وال 8000 وال 9000 ولسه قابله للابجريد. معانا برضو الرامات الكينجستون ال 2 في 32 باص 6000 زي ما انتم شايفين كده. وهناخد معاها الام دوت 2 الام في مي من براند كورسير الام بي 700. ده بيجي بسرعه جان 5، بيوصل سرعته ل 12400 بمساحه 2 تيرا. وطبعا كارت انفيديا الجديد ال 5070 تي اي بنسخته الوايت. طبعا احنا عاملين ما بين الاسود والابيض عشان الكيسه برضو اسود فايوت، فدي بتدي شكل جمالي. وده كده شكل الكرتونه زي ما انتم شايفين، بيجي بمساحه 16 جيجا. والتبريد طبعا من براند ايسوس روج ستريكس الجيل الثالث. ده كده 360. بس هو ما بيجيش بشاشه ال سي دي، بيجي بشاشه زي ما انتم شايفين كده، بيظهر عليها علامه روج. وطبعا يعني اللي مشغل الكومبوننتس دي كلها الباور سبلاي من براند لي الايدج ال 1300. زي ما انتم عارفين الفانات ال سي دي ممكن توريها لهم يا احمد. الفانات ال سي دي ديت وكل فانات لي اغلبها 99% بتحتاجها، بيبقى محتاج اليو اس بي الانترنال بتاع المذر بورد. فطبعا يعني ال سي دي بتحتاج كونفرت لوحده او مدخل لوحده، والبامب محتاج كونفرت لوحده او مدخل لوحده، والفانات اللي تحت برضه محتاجه. فاغلبها محتاج يعني في حدود الاربع مداخل يو اس بي. فطبعا الباور سبلاي ده بيجي معاه هاب بيكون فيه اربعه، فده بيحل لك المشاكل دي ويشغل لك كل اليو اس بي بدون اي مشاكل. لو عايز تجميع زي دي تقدر تطلبها من خلال الموقع بتاعنا، او تبعت لي على الواتساب اللي يظهر امامكم على الشاشه، او تشرفني في تكنولوجي مول مدينه نصر الدور الاول محل 221، او اكتب لي كومنت على الفيديو دوت وانا هرد عليك بنفسي.